السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنتخيل إنك أخيرا خدت أجازة بعد فترة طويلة من الشغل والتعب، وقررت إنك تسافر لأي مكان تغير جو. ولما الاختيار وقع على مكان معين، اكتشفت إن الفلوس اللي معاك يدوبك على قد الفسحة، من غير ما تعمل حساب الوسيلة اللي هتروح بيها. لو أخدت طيارة هتبقى تكلفة عالية ومش هتقدر عليها. طب لو خدت عربيتك، على بال ما توصل هتكون نص الأجازة خلصت في الطريق. ودلوقتي انت محتار تعمل ايه؟ المهم بعد بحث وتدوير اكتشفت ان المكان اللي انت رايحه تقدر تروحه بالقطر من غير تكلفة عالية ومن غير ما تضيع وقت على الفاضي. فالنهاردة هنتكلم عن البطل اللي حل مشكلتك وأنقذ السفرية، وهو القطار. القطارات كحال معظم الاختراعات الحديثة كان أول ظهور ليها في القرن ال18 أثناء الثورة الصناعية في إنجلترا، واللي كان السبب الرئيسي في ظهورها المحرك البخاري لجيمس وات اللي اخترعه سنة 1769 ميلاديا، واللي كان مبني على محرك توماس نيوكمان لكن مع بعض التحسينات والتعديلات. وبدخول المحرك البخاري للصناعة الدنيا اتغيرت 180 درجة، فالإنتاج بقى أسرع وأسهل، وبالتالي المصانع إنتاجها بقى أضخم ومحتاج وسيلة نقل سريعة غير الوسائل المتاحة زي العربيات اللي بتجرها الأحصنة. وهنا تم تقديم القطارات لأول مرة في سنة 1789 للعمل في مناجم الفحم الإنجليزية لتسهيل نقله، وهو برضو تزويدها بالوقود يكون أسهل. خليني أقولك إن فكرة استخدام عربات على قضبان أو جرها بالأحصنة أو خلافه بترجع لسنة 2200 قبل الميلاد، مع اختراع البابليين لعربات النقل واستخدامها في نقل البضائع المختلفة. وبمرور الوقت اتطورت الفكرة وتم إنشاء سكك حديد تمشي عليها العربيات، وغالبا كان بيتم جرها بالخيول. واتطورت طريقة جر العربات لغاية ما وصلنا للقطار. أول أنواع القطارات واللي زي ما قلنا تم تقديمها في القرن ال18 كانت بتعتمد على الفحم في تشغيلها. فالفحم بيقوم بتسخين خزان مياه موجود في القاطرة، فيتولد منه بخار شديد فيشغل المحرك البخاري اللي بيكون متوصل بالعجل، فبتتحرك القاطرة وبقية العربيات. اقتصر استخدام القطارات على مناجم الفحم الإنجليزية لغاية إنشاء أول خط سكة حديد في سنة 1825 بطول 40 كيلو متر بيربط بين مدينة ستوكتون ودارلينجتون وشيلدون، وده كان بتخطيط من المهندس الإنجليزي جورج ستيفنسون. وأول رحلة لنقل الركاب على الخط ده كانت بتحمل 400 راكب، والقطار كان ماشي بسرعة 13 كيلو متر في الساعة. بعد نجاح القطارات سواء في مناجم الفحم أو في نقل الركاب، تم استخدامها على نطاق أوسع في إنجلترا، فتم إنشاء تاني خط سكة حديد بيربط بين مدينة مانشستر وميناء ليفربول، وده لنقل المواد الخام للصناعات القطنية. ورغم إن أصحاب الأراضي اللي هتقام عليها السكك كانوا رافضين التخلي عن أراضيهم وقدموا شكوى للبرلمان البريطاني، إلا إنه بعد فترة من المناقشات وافق البرلمان على إنشاء الخط، وتم تكليف المهندس ستيفنسون بإدارة المشروع. وبعد 4 سنين تم افتتاح الخط في 15 سبتمبر سنة 1830. في سنة 1829 تم افتتاح أول خط في أمريكا وفي فرنسا. وفي الفترة من 1830 ل 1840 معظم دول أوروبا كانت أنشأت أول خطوط السكك الحديدية فيها. ومن سنة 1850 لآخر القرن ال19 أكملت القطارات انتشارها في بقية أوروبا وأفريقيا وآسيا. بمرور الوقت كتير من العلماء والمهندسين زي فرنر سيمنز ورودلف ديزل حاولوا استبدال القطارات البخارية بالكهربائية أو الديزل، لكنها كانت مجرد تجارب وما لقتش انتشار كبير، لحد لما تم إنتاج قطارات زي قطار همبرجر الطائر في ألمانيا سنة 1933، وقطار EMD FT الأمريكي في سنة 1939.
نجاح القطارات دي واللي كانت بتشتغل بالديزل ساهم في انتشارها بشكل كبير وتفوقها على القطارات البخارية، وده نظرا للتكلفة الأقل وسهولة التعامل معها وموثوقيتها. واستمر تطور القطارات خلال القرن العشرين، وفي سنة 1964 تم تقديم أول قطار فائق السرعة في اليابان، واللي كانت بتوصل سرعته ل 240 كيلو متر في الساعة، وكان بيعتمد على الكهرباء في تشغيله. القطارات كان ليها التأثير الأكبر في النهضة خلال القرن ال18 وال19، فبدونها ما كانتش الثورة الصناعية استمرت في الانتشار والتطور لبقية دول العالم. وكان ليها الفضل في إن بريطانيا بقت قوة عظمى وبقت أغنى دولة في العالم في الفترة دي. خليني أقولك إن سرعة انتشار القطارات في العالم كله واعتمادها كوسيلة النقل الأولى بدلا من الخيول أو المراكب كانت بسبب سياسات بريطانيا الاستعمارية. فبريطانيا في القرن العشرين كانت بتسيطر على ما يقرب من ربع العالم، وكانت عايزة تعمل خطوط للسكك الحديد تربط إفريقيا من القاهرة لكيب تاون، وفي آسيا من مستعمراتها في الهند لحد دول الشام. وكل ده لتسريع نهب ثروات البلاد دي وزيادة نفوذ وسيطرة الإنجليز على زمام الأمور في العالم. فلك أن تتخيل تأثير القطارات والسكك الحديد على العالم، فكام دولة ازدادت نفوذ وثراء، وكام دولة انتصرت في حروب مختلفة لمجرد اعتمادها على القطارات. وده برضو يخلينا نعرف سبب الاهتمام الكبير من دول زي الصين بتطوير السكك الحديد ومدها لكل أركان الدولة، ده غير سعيها لمد سكك حديد تربط بين الصين وأوروبا رغبة في إحياء طريق الحرير من جديد. وده برضو يوضح سبب من أسباب تفوق الصين الاقتصادي لهذه الدرجة. فالقطارات والسكك الحديد أصبحت زي الشرايين في جسم الإنسان، وبدونها يصعب على أي دولة تكوين اقتصاد قوي ومتماسك. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.